الفيديو اللي فات انا لقيت كميه هجوم مش طبيعيه على احمد بهاء، وبيقولوا عنه حاجات مش حلوه زي ان هو بيعمل فيديو رياكت وحاجات كده. مش فاهم ليه بتقولوا حاجه زي كده، ودي حاجه انا عودتكم عليها ان انتوا تاخدوا راحتكم في الهزار، وده عادي بينا، يبقى عادي مفيش مشكله معاه. لكن لما يكون جاي لضيف محدش ينتقده، ومحدش يفكر انتوا عايزين تعروني قدام الضيوف بتوعي. انا متفاهم جدا الكراهيه اللي تعرضت لها الفيديو اللي فات، اللي وصلت الناس انهم يكتبوا كومنتات بالطريقه دي، لان انا غلطت في اهم واحد في الكوكب فادي بكري، وتاني اهم واحد في الكوكب يوسف ادريس، اللي بيعملوا محتوى عن الجيم وبينصحوا الناس وبيفيدوهم. اكيد مش زي يعني قاعدين لا شغله ولا مشغله وبينتقدوا الناس وخلاص. والجانب الكويس من الهيت اللي حصل في الفيديو اللي فات، ان انا لما بدخل على اي حد من اللي هم بيتريقوا على الفيديو بيقولوا ان انا ماليش لازمه والكلام ده، بدخل بلاقيه متصور في الجيم، فاهم؟ وده منطقي لان واحد زي فادي بكري ده يعتبر قدوته في الحياه وبيحبه جدا. انت متخيل تدخل اوضه هتلاقي شكلها عامل ازاي؟ مثلا هتلاقيه مشغل اغاني حماسيه وبتاع وصوره فادي بكري في كل حته، مش زي حاطط عمرو اديب. فهم شايفين ان فادي بكري ويوسف ادريس يعتبروا فوق النقد، وان انت عشان تتكلم عليهم لازم تكون عامل فورمه وتكون مش بتعمل فيديو رياكت وكون دمك خفيف وحاجات كده مش موجوده عندي بصراحه. كل ده بس عشان ترتقي انك تتكلم على اهم ناس في لعبه كمال الاجسام. فانا قررت اني مش ههتم بالكلام ده، وهعمل الفيديو التاني اللي كنت بقول ان هو لازم ينزل. ولو طلت ان انا اعمل فيديو كل يوم على بتوع الجيم هعمل كده، ما عنديش اي مشكله، لان انا بجد حاسس ان اكتشفت كالت جديده موجوده في مصر. العيال بتوع الجيم دول اصعب بكتير من الماسونيه يا جدعان. انتوا متخيلين احنا مشاكلنا مع الماسونيه ايه؟ ان الناس بتدخل تعمل كده في الايفنتات وبيحط صوره عين حورس خلفيه الموبايل. لا ده كالت اخطر بكتير يعني. وطبعا انتوا كلكم متخيلين الناس دي لما بينزلوا فيديوهات ان في حد بينتقدهم وبيقول لهم ان انتوا مش هتوصلوا والكلام ده بقى حاجه في دماغهم او وهم. الحقيقه لا، انا الشخص ده انا اللي بدخل لهم في البرايفت اقعد اقول لهم ان انتوا مش هتوصلوا لاحلامكم وان انتوا مالكوش اي لازمه والفورمه دي ملهاش اي لازمه والكلام ده، وبعدها اعمل فيديو رياكت على فادي بكري واشرب ماتشا والعب في اللابوب وانام. طب ما اعمل ايه طيب؟ يعني انا قاعد فاضي وحقودي وبحقد على اي حد نسبه عضلاته اعلى مني، انا مش عارف اعمل فورمه، فاهم؟ بس خلينا نتكلم جد شويه. فادي بكري انا كل اللي قلته عليه حاجات مفهومه وواضحه تمام، مش محتاج ان انا اقعد الفها لك تاني واقعد اقول لك اصل قلت كذا. لا هو واضح فشخ انا كنت بقول ايه. ويوسف ادريس اللي طول حياته بيعمل فيديوهات ملهاش معنى. يا جدعان قفشت ولد وبنت تاني في محاضرة تانية بس المواضيع ضلمة. او يطلع ياخد له بطولتين في ماليزيا ولا اندونيسيا اللي هي البلاد اللي فيها 90% مجاعه و10% مشغولين بيعملوا ميمز على ترامب، ده يبقى اهم مني في الدنيا. ترجعني طبعا لحته ان انا قاعد مش بعمل حاجه في حياتي وهم على الاقل بيحاولوا ان هم يعملوا حاجه والكلام ده. انا على الاقل مش بستغلك، مش بطلع من وراك فلوس. انا راجل في السن دوت كل هم في الحياه ان انت تضحك او تقضي وقت ترفيهي، مش مهم ناكل ولا نشرب، المهم نضحك. وفي بجد ناس كتير مصدقين ان الناس دي واصله الليفل عالي قوي في اللعب عشان بس بيطلعوا يقولوا ان هم خدوا بطولات ومش عارف ايه وبتاع. انا خدت بطوله العالم للطبيعيين يا اخواتي. انت خدت بطوله العالم للطبيعي فشخ. انت عادي دي بطوله العالم للطبيعيين يعني، مش مستر اولمبيا مثلا، فاهم؟ مستر اولمبيا انا افهمها، بيج رامي ده مش طبيعي، اكيد ذكاء اصطناعي يعني. وطبعا التيك توك كله مليان شباب من النوعيه دي، اللي هو يطلع ياخد بطوله في بلد ما فيهاش منفذ بيع بروتين حتى، ويطلع على النت يقول لك الحمد لله يا جدعان انا رجعت لكم بالذهب، خدت بطوله العالم للطبيعيين. اتحدى واحد منهم ان هو يقول لك اسم البطوله. المشكله ان في ناس بقى بتقعد تكتب لهم كومنتات تشرفين مصر بقى، انتوا مكسرين الدنيا في سنغافوره وبكين والبلاد اللي هي انت ما تعرفش بتكتشفها بس في العاب الكارد جيمز يعني، ما تعرفش عنها حاجه. لان كده كده الناس اللي بتلعب جيم وبتتابع المحتوى ده هم مش فاهمين ان هم ما وصلوش لليفل عالي ولا حاجه، ولا فاهمين اي حاجه عن البطولات الدوليه يعني. حتى دخلت على اكونتات الناس اللي هم فعلا وصلوا لمراحل كبيره قوي في كمال الاجسام لدرجه ان هم وصلوا لمستر اولمبيا، ما لقيتش عندهم الهايب اللي موجود عند واحد زي يوسف ادريس او فادي بكري او ايا يكن الناس اللي انا جبتهم الفيديو وبوكس مصر والناس دي. يعني واحد زي محمد شعبان ده مثلا، اتحدى حد من الهيترز اللي بيتفرجوا على الفيديو اللي فات يقول لي مين محمد شعبان. مش اللي مجنن ان محمد شعبان ده الوحيد اللي في مصر راح لمستر اولمبيا بعد بيج رامي، ها كنت تعرفه؟ اهو ده لا عنده اكونت انستجرام ولا عنده تيك توك ولا بيطلع يقول لك العب لي في الاكتئاب ولا الكلام ده. هو راجل خلاص احتراف بجد لدرجه ان هو لازم يحترم اللي هو عمله، انت فاهم؟ وحتى لو في حد من الناس دي تكرم وعمل لك اونلاين كوتشنج، هو بجد هو مش مستني منك الشيء ان انت تدخل تشترك مثلا بفيديوهات تيك توك اللي هو يعمل، لا هو اسمه فعلا بتروح له تشترك عشانه، لان الناس دي فعلا بيكونوا محققين انجازات، مش شويه بس فولورز على تيك توك وفيديوهات كده ليبسينج والهطل ده. فيا ريت نفرق ما بين البلوجر ولاعب كمال الاجسام المحترف، لان البلوجر هو مهتم يزود ريتش بس مش اكتر، حتى لو على حساب الفيديوهات الرخيصه اللي هو بيعملها لك، او ان هو مثلا يروح ياخد له بطوله وهميه موجوده في بلد محدش يعرف عنها حاجه عشان الفئه دي من الجمهور عنده مش هيدوروا يعني. خدت بطوله العالم للطبيعيين، الله اكبر، ده انت شرفت مصر في
في البنجلاديش. بعد ما دورت كتير لقيت ناس كتير فشخ على تيك توك بيعملوا الموضوع ده، ان هم يروحوا ياخدوا بطولات وهميه ويرجعوا لك يقولوا لك انا انا بطل العالم والكلام ده. ودي من ضمن الحاجات اللي هنواجهها طول الفيديو، ان الناس دي بتاخد بطولات ما حدش بيعرف عنها اي حاجه، ما بتتذكرش، فاهم؟ بس عشان اسهل لك، عشان انت زيك زيي، انا طبعا في حد ساعدني اعد الحلقه دي مش هقول اسمه. تعرف منين ان الشخص ده حقق بطوله جامده؟ لما تلاقي منى شاذلي مستضيفاه. بس موضوع سهل وبسيط. واحد زي سام سموي ده برضو اللي واخد بطوله اسمها فايت بلانت كلاسيك، البطوله اللي ملهاش اي وجود حقيقي على ارض الواقع. بتدخل الموقع تحس ان انت واقف قدام في حوالي امريكا عاوز $20. طبعا هو راح خد البطوله دي قريب ورجع بقى مبسوط بقى، الحمد لله يا جدعان خدنا بطوله العالم للطبيعيين، عامل لكم خصم 52% بقى على الكورس الاونلاين كوتشنج بتاعي. فريت يعني توضح لنا اهميه البطوله بتاعتك. واحد زي كريم ماجد ده انا عارفه، يعني انا عارف ان هو بيلعب باور ليفتنج بس برضه بيعمل اونلاين كوتشنج والكلام ده. فضل يعمل كاونت داون للبطوله من يوم ما بدا او من يوم ما اشترك فيها لحد ما خلاص خلص البطوله وبعدها بيوم. فاضل على البطوله 21 يوم بالظبط، فاضل 18 يوم على البطوله بالظبط، فاضل 4 ايام ونسافر دبي عشان البطوله، فاضل على البطوله يومين والنهارده فاضل 10 ساعات على البطوله بالظبط. وفي الاخر قال لك ايه؟ طب يا شباب الناس اللي بتسال عملت ايه في البطوله، انا الحمد لله كسبت في البطوله، بس بعد التكريم ان شاء الله بكره مش النهارده. هيبعتوا لي الجوائز والله على البيت يا اخواتي. انا خدت المركز الاول بس هم هيبعتوا لي الجوائز على البيت. وعمل لنا جوستنج من شهر، ما بعتولوش الجوائز ولا حد رد عليه ولا اي حاجه، ولا قال لك اسم البطوله ايه، ولا قال لك اي حاجه عن البطوله، ومجرد بس ان هو خد المركز الاول. يعني هي لو ماشيه كده ما انا ممكن اقعد اقول لك نفس الكلام برضه على كل حاجه، يعني اقعد اقول لك ان انا معايا درع المليون في سنغافوره، حاجات شبه كده. وحبيبي طبعا محمود الدره صاحب اب محتوى على النت، عامل فيديو من سنه بقول فيه ان محمود الدره مش احسن حاجه على النت، وان دي اسوأ كاركتر تطلع بيها للناس وبتاع. لقيت الفيديو رجع يتشاف تاني وكله بيدور على حاجه عشان يشتمني بيها وخلاص، يعني وصلوا ان انا غيران من الدر. انا غيران من الدر يا جدعان، مع ان مشكلتي معاه ما كانتش كلمتين قالهم على الاكتئاب ولا شويه بطولات وهميه خدها، لا ده انا كانت مشكلتي معاه دينيه واخلاقيه وقتها. وطبعا هي مشكله من طرف واحد لان هو ما ردش. وبرده العيال بتوع الجيم بيقعدوا يمجدوا فيه في الكومنتات عندي، انا مش فاهم ليه. انا مش فاهم، انا بقى كل اللي قلته في الفيديو ان الراجل بيعامل الفانز بتوعه بطريقه وحشه. طبعا انا من ساعتها ما فتحتش فيديوهاته ولا قربت ناحيه قناته ولا بشوفه اصلا. بس خلينا ممكن نشوف هو بيعمل ايه دلوقتي. يعني هو دلوقتي بيرفيو فورمه ستارز، يعني انا على ايامي كان بيرفيو فورمه تامر حسني. يعني اهو الدره اللي بطلب كميه العربيات اللي بيجيبها كل سنه ده، هو مش بيجيبها مثلا من احتراف اللعبه ولا بيجيبها من بطولات خدها او هو برعاها، لا هو بيجيبها من الشركات اللي بترعاه. يعني هو بيطلع يسوق لمنتجات عندنا في الوطن العربي والشركات بتديله فلوس فيجيب عربيات وبنا بقى احنا بيها. النهارده هنتكلم عن العادة السرية. ده غير طبعا الاونلاين تريننج اللي ربنا يزيده، يعني مش بحسده عليه. فانا ما عنديش اي مشكله ان انت تعمل كونتنت او ان انت تقول اي حاجه في الجيم دي، اصلا انا مش وزير الصحه يعني عشان اهتم. بس انا مشكلتي الوحيده ان الناس متخيله ان الناس دي كبيره فشخ على المجتمع وان هم اهم ناس في الكوكب وبتاع، لمجرد ان هم بيعملوا نفس الحاجه اللي انت بتعملها، او حتى ان انت تتخيل ان الناس دي انجح ناس في الدنيا. فانت عندك مشكله في معاييرك. لان انا عندي خبر وحش جدا لبتوع الجيم. نجاح الانسان مش بيتقاس بفورمته. دي معلومة جديدة ممكن تضيفها لحياتك، لأن لو هيتقاس كده يعني ما انت العتالين اللي صدرهم فحم سجاير الشملان دول مش أنجح ناس في الدنيا ليه؟ حاسس ان انا هتكنسل بصراحه. ولا هو يعني عشان فادي بكري بيصور لك فيديوهات 4K وبتمرن في اغلب الجيمات في مصر بقى هو انجح بني ادم؟ ولا الناس اللي بتقعد تقول لي انت غيران منه عشان مش عارف تعمل زيه، والكلمه اللي بتتقال لي كل ما بتكلم على حد اكتر من 100,000 سبسكرايبر، والحجه اللي طبعا بيستخدموها ان هو جسمه احسن من جسمي. محسن ان انا يعني جسم فادي بكري بالله عليك احسن من جسم انا بجد؟ طب فادي بكري تعرف تعمل الحركه دي؟ هل جسم فادي بكري يعرف يعمل الحركات دي؟ خد بالك انا عندي اوبشنات كتير برضه بس مش كلها هعملها قدام اليوتيوب يعني. ونرجع برضه للنقطه الاهم في الفيديو ده، ان انت تفرق ما بين البلوجر ولاعب كمال الاجسام. يعني انت مثلا عمرك ما هتلاقي البيج رامي طالع يعمل لك كورس عن البودي بيلدينج ولا انظمه غذائيه ولا بيرشح لك حاجات معينه. ليه؟ لان الراجل ده فعلا محترف اللعبه، فاهم؟ فيا ريت نفرق ما بين البلوجر ولاعب كمال الاجسام. يعني انا عايزك تقول لي 3 لعيبه كمال اجسام شاركوا في مستر اولمبيا من مصر غير البيج رامي. تعرفش صح؟ حل الامه المصريه بقى في 60 ده. طبيعي انك ما تعرفش ولا واحد من دول، لان الناس دي عملت انجازات بجد. فهم مش طالعين بقى يفليكسوا بيها على النت ويقعدوا يقول لك انا خدت بطوله العالم ومش لا، هم ما بيعملوش كده لان هم اكبر من كده بكتير ومش محتاجين الريتش اللي موجود عند اي حد في الدنيا. هم لا، هم حققوا انجازات فعليه، انت فاهم؟ والناس برضو اللي بتيجي تقول لي انت محتاج ريتش على قفا فادي بكري، طب محتاج ريتش على قفا فادي بكري، ما هو نفس الكلام برضو محتاج ريتش عشان يبيع الكورس الاونلاين بتاعه. انت متخيل ان في حد مثلا خايف عليك ومهتم ان انت تعمل فورمه؟ انا مش مهتم بصراحه. وبس اتمنى ان وجهه نظري تكون وضحت للجميع. يا ريت تعمل لايك للفيديو تمام وسبسكرايب للشانل عشان نوصل ل 50,000 خلاص هانت اهي. وعاوز ادي شاوت اوت لاحمد محمد اللي ساعدني ان انا اكتب السكريبت ده او اكتب الفيديو ده، وهو اللي جاب لي المصادر دي. مش طبعا مش هقول لك احمد محمد ده مين، مش هقول لك اسم الشهرة بتاعه ايه. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.